والله يا جدعان، انا بلاقي تعليقات كتير تقول لك المصريين بيجمع المصريين كلهم نصابين. يا حبيبي، مش معنى ان انت قابلت واحد شبهك يبقى كلهم نصابين. على فكرة المصريين اجدع ناس في الكوكب ده. جايز كل واحد مشغول في حاله، جايز كل واحد ما عندوش وقت يقدم لك خدمة مجانية، بس هم يعملوا لك ايه؟ يعني كل واحد مشغول في حياته، كل واحد عنده قصة. تمام. مش معنى ان في واحد مصري اختلفت معاه، ما اقدرش اقول نصاب عشان ما اعرفش الحكاية ايه. اختلفت معاه هتقول كلهم نصابين وكلهم مش جدعان يا حبيبي، مش معنى اللي في واحد مصري اختلفت معاه في حكاية ما تقول عليهم كلهم نصابين وكلهم مش جدعان. لا والله، المصريين اجدع ناس. تمام. وناس رجالة قوي. ومش معنى اللي في واحد اي كان جنسية بدون مسمى وحش يبقى كلهم وحشين. وطبعا الغربة كل واحد عنده التزامات، كل واحد عنده قصته، كل واحد بيحارب عشان يوفر الفلوس لأسرته والتزاماته وأقساطه والحاجات دي. مش هيفضى يعني عشان يروح معاك. تمام. ومش معنى الواحد طلب منك أجر على الوقت اللي هيقضيه معاك أو الخدمة اللي هيعملها لك يبقى هو وحش. لا يا حبيبي، مش وحش ولا حاجة. كل واحد بيقدر تعبه، كل واحد بيقدر مجهوده، كل واحد عنده التزامات يومية. فاهمني؟ مش معنى اللي في واحد مصري اختلفت معاه يبقى كل المصريين وحشين. مش معنى اللي كل واحد ايا كان جنسيته اختلفت معاه يبقى كلهم وحشين. لا والله، نسبة اللي انا اعرفه، المصريين اللي انا عرفتهم كلهم بنسبة 99% رجالة وجدعان وبيخدموا على قد المستطاع. في ناس ما تقدرش تخدم اصلا، في ناس ما عاوزة حد اللي يساعد. مش معنى اللي في واحد وحش يبقى كلنا وحشين يا حبيبي. تمام. بجد يعني المفروض نحترم نفسنا، مش على الجروبات نقول المصريين وحشين والمصريين ما اعرفش ايه. المصريين اجدع ناس والله. تمام. صباحكم فل. حاسبوا على كلامكم.